حق الإضراب في المغرب كان دائما موضوع نقاش وجدال ما بين المغاربة، خصوصا مع غياب قانون واضح ينظم الإضراب بشكل واضح ومتكامل. المرة الأولى وفي حكومة عبد الإله بن كيران تم طرح مشروع قانون الإضراب في إطار تنزيل دستور ديال 2011، ولكن النسخة اللي جابتها حكومة عبد الإله بن كيران تلقات معارضة شديدة من النقابات والأحزاب المعارضة اللي شافت فيها نسخة هدفها هو تقييد الحق في الإضراب بشروط تعجيزية. ورغم أن هذا المشروع ما وصلش لمرحلة المصادقة، إلا أن عبد الإله بن كيران خذا خطوة مثيرة للجدل، وهي الاقتطاع من أجور المضربين وبدون سند قانوني واضح. بعد انتخابات 2021 ومجيء حكومة جديدة بقيادة عزيز أخنوش، النقاش حول الإضراب رجع قوة للواجهة. الحكومة الحالية وكخطوة تشريعية صادقات على مشروع قانون حق ممارسة الإضراب رقم 97/15 من داخل اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة المشروع على أن يتمم مساره التشريعي داخل القبتين. ولكن بالرغم من مجموعة من التعديلات اللي دارتها اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة المشروع، اللي دارت مجموعة من التعديلات المهمة كحذف منع الإضراب السياسي والتضامني، توسيع الجهات الداعية والمستفيدة من هذا القانون، تقليص من الشروط التعجيزية، ومجموعة من الأمور الأخرى. مازال بعض الأطراف النقابية والسياسية كتشوف أن بعض المقتضيات اللي كيتضمنها هذا المشروع القانون فيها شروط تعقيدية اللي كتحاول تصعب من حق ممارسة الإضراب. في هذا الفيديو غادي نطلعوا فقط على المواد اللي مازال كتطرح إشكال في مشروع القانون، ونحللوها ونناقشوها ونشوفوا التأثير السلبي ديالها على حق ممارسة الإضراب. وكما العادة قبل ما نبداو غادي تنزلوا غادي ديروا واحد ابوني واحد جيم وتخليو لنا الرأي ديالكم في التعليقات على مشروع قانون الإضراب. المادة 4 من مشروع القانون حددت الفئات المستهدفة بهذا القانون واللي عندها الحق في ممارسة الإضراب، واللي هي كالتالي: العمال والمستخدمين التابعين للمقاولات، الموظفين والأعوان اللي خدامين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية، المهنيين والعمال المستقلين، وحتى الناس اللي خدامين في خدمات المنازل. ولكن بالمقابل المادة 22 جابت لائحة طويلة من المستثنيين من حق ممارسة الإضراب، واللي هما حسب المادة: موظفي إدارة الدفاع الوطني، موظفي وزارة الخارجية، موظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريين، أفراد القوى العمومية وضباط الشرطة القضائية، الموظفين والأعوان المخول لهم حمل السلاح، إضافة إلى الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أو من ممارسة أي نشاط نقابي. وهذه المادة 22 زادت فئات أخرى مستثنية من حق ممارسة الإضراب، واللي هي العمال المكلفون بضمان الحد الأدنى من الخدمة، والعمال المكلفون بالسير على الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل. من خلال تحليلنا للمادة 22 كيتبين أنها كتصعب حق ممارسة الإضراب، خصوصا في الموضوع ديال ضمان الحد الأدنى من الخدمة، لأنه صعب تحديد ما هي الخدمة الأدنى وكيفاش غادي يتم تحديدها والتوافق عليها، الشيء اللي غادي يتسبب في خلاف كبير ما بين النقابات والمشغلين، وغادي ينتج عليها تشتيت جهود النقابات لأن خصها تفاوض على مستويات الاستمرارية، وهذا الشيء كيضاعف من الموقف التفاوضي ديالها. إضعاف تأثير الإضراب في المجتمع. إلا حس المجتمع أن الإضراب غير مؤثر في حياته اليومية بسبب استمرار الخدمات الأساسية، فراه غادي يقل التعاطف مع المضربين، وهذا الشيء غادي يقلل الضغط الاجتماعي على المشغلين وعلى الحكومة. المادة 6 كتقول بأن أي عامل مضرب غادي توقف الأجر ديالو مؤقتا، وهذا هو الإجراء اللي كانت قدمت عليه حكومة عبد الإله بن كيران، اللي كان اقتطعت من أجور الموظفين بدون سند قانوني. الإشكال من الاقتطاع في الأجور أنه غادي يشكل ضغط مادي على العمال المضربين، خاصة العمال اللي أجورهم ضعيفة، وهذا الاقتطاع غادي يدخلهم في أزمة مادية. بهذا الخصوص بتنشير أن بعض الدول المتقدمة بحال فرنسا وخا المشغلين عندهم حق اقتطاع من أجور الموظفين، إلا أنه
عندهم صناديق دعم اللي كتعوض المضربين واللي كتعطيهم قوة تحمل مادية وكتعطيهم قوة على الاستمرارية من أجل الدفاع عن حقوقهم. المادة 17 كتكلم على مدة الانتظار بين الإضرابات. هذه المادة كتنص فقرتها الأخيرة على أنه ما يمكنش تنظيم إضراب جديد على نفس القضايا إلا إذا فاتت مدة عام على الأقل من بعد ما تلغى الإضراب أو توقف، ولكن هذا المنع مشروط بأن المشغل خاص يحترم الالتزامات التي تم الاتفاق عليها. هذه الفقرة كتوضع مجموعة من التحديات أمام الحق في ممارسة الإضراب، لأنه صعيب تحديد واش المطالب الجديدة اللي كتطرحوا من بعد الاتفاق هي نفسها القضايا اللي كانوا من قبل، حيث ممكن يكون تداخل بين القضايا القديمة والجديدة وكيولي عندنا نزاع واش ممكن يتنظم إضراب جديد ولا لا. كذلك راه صعيب التحقق من تنفيذ الالتزامات، فبعض الحالات المشغل ما كينفذش كل الالتزامات اللي كانوا في الاتفاق او كينفذ بنود بطريقه ما كتخدمش مصالح العمال. في هذه الحاله العمال خاصهم يتسناو عام كامل باش يديروا اضراب جديد، وهذا التاخير كيلعب ضدهم وكيضعف قدرتهم على الدفاع على حقوقهم في الميدان. الماده 8 التنازل عن حق الاضراب. باش نفهموا الماده 8 لازم نرجعوا للماده الاولى. الماده الاولى كتقول باللي التنازل عن حق الاضراب كيبقى باطل وماشي قانوني، ولكن الماده 8 كتجي وكتستثني هذا المبدا في حاله الا كان اتفاق جماعي بين العمال والمشغلين شريطه الزاميه التزام المشغل بالاتفاق او ما يخالفش البنود اللي تم الاتفاق عليها. هذه الماده كتصعب من حق ممارسه الاضراب لانه صعب التحقق واش كاين اخلال بالاتفاقات وهل فعلا البنود كتنفذ كما هي، خصوصا إذا كان المشغل حافظ صواريخ وكيتقن في التلاعب بالمصطلحات أو لا كينفذ البنود بطريقة مجزأة أو بطريقة ما كتصبش مصلحة العمال. هذا الشيء كيعقد الأمور على العمال، وغالبا العمال هادي خاصهم يلجؤوا لطرف ثالث بحال الوسطاء أو المحاكم باش يوضحوا واش فعلا كاين إخلال ولا لا، وهذا الشيء كيضيع الوقت والجهد وكيأثر على مصالح العمال. المادة 9 ولحماية المضربين كتقول في فقرتها الثانية باللي الإضراب اللي كيتنظم وفق أحكام مواد هذا القانون، أي إلى احترموا العمال القانون عند ممارستهم حق الإضراب فلا يحق للمشغل يصدر عقوبات طرد من العمل ضد العمال المضربين. المادة 9 ولحماية العمال المضربين كتقول في الفقرة الثانية باللي الإضراب اللي كيتنظم وفق أحكام هذا القانون، أي إلى احترموا العمال القانون عند ممارستهم لحق الإضراب فلا يحق للمشغل يصدر عقوبات طرد من العمل ضد العمال المضربين. ولكن في نفس الوقت هذه الفقرة كتطرح إشكالات في التطبيق وكيفية يمكن تحديد إخلال من طرف المضربين على أرض الواقع، فممكن يتم استغلال بعض الثغرات أو الأمور اللي ماشي واضحة من طرف المشغل باش يتم الضغط على العمال أو يتم طردهم من الخدمة بعد الإضراب. مثلا يقدروا يتهموا العمال المضربين بتهم كاذبة بحال السب أو الاعتداء على زملائهم الغير مضربين، أو اتهامهم بعرقلة الحد الأدنى من الخدمة أو الإضرار بسلامة المؤسسة. ويمكن للمشغل الإقدام على طرد العمال بسبب إخلال بسيط بالشروط. هادشي اللي غادي يوضع النقابات على المحك، لأنهم لازم يضبطوا التفاصيل بحذافيرها ويكون تأثير مضبوط بشكل كبير للمضربين، لأنه إلا وقع طرد هذا ينتج عليه عبء جديد على النقابات، غيوليو عندهم عمال مطرودين، وغالبا العمال المطرودين غيستغلهم المشغل كورقة ضغط في التفاوض، واللي بسببها النقابات هذه تقدم تنازلات في المفاوضات باش ترجع العمال المضربين المطرودين إلى العمل. المادة 11 كتقول بأنه من حق أجراء الشركات اللي ما عندهمش نقابات ينظموا ويدعوا للإضراب، بشرط يكون محضر الدعوة للإضراب موقع من طرف 35% من الأجراء، وما كيتعتبرش هذا المحضر صحيح إلا إلى حضروا 50% من الأجراء في الجمع. هذا الشيء كيعني أن في الشركات اللي ما فيهاش نقابات الدعوة للإضراب كيحتاج موافقة نسبة كبيرة من العمال اللي كاينين في الشركة ولا في المؤسسة، وهذا الشرط كيزيد كيصعب من حق ممارسة الإضراب في هذه الشركات، خاصة الشركات اللي فيها عدد كبير من العمال، لأنه عملية صعيبة أنك تجمع وتحشد واحد العدد كبير ديال العمال وتحضرهم الجمع عام. المادة 13
المادة الطامة كيف كنسميها أنا. هاد المادة كتتكلم على شروط إحلال عمال آخرين بدل المضربين. هاد المادة كتحدد 3 الحالات اللي كيمكن فيها المشغل أنه يجيب عمال آخرين بدل المضربين. الأولى، إلا ما توفرش الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية. الثانية، إلا كان خاص حماية الممتلكات أو الصحة والسلامة. الثالثة، إلا كان أثر الإضرار على تزويد السوق بالمواد الضرورية. هاد الترخيص اللي جات به هاد المادة كيعرف بزاف ديال الإشكالات اللي منها إمكانية استغلال الاستثناءات. بعض المشغلين ممكن يستغلوا هاد الاستثناءات خصوصا في تعريف الخدمات الحيوية أو الخطر باش يبرروا إحلال عمال آخرين ويقللوا من تأثير الإضرار. صعوبة تحديد الحد الأدنى من الخدمة. الاتفاق على شنو هو الحد الأدنى من الخدمة بين العمال والمشغلين كيبقى معقد وكيقدر يعطل ممارسة الإضراب. التدخل القضائي، في حالة وقع خلاف بين الجهة الداعية للإضراب والمشغل حول الحد الأدنى للخدمة وما هو الخطر، وتم اللجوء إلى القضاء، ممكن تضيع حقوق ديال العمال بسبب الإجراءات وصعوبة تحديد الخدمة الأدنى والمخاطر بشكل دقيق وسريع. تأثير سلبي على العمال المضربين. إلا دخلوا عمال آخرين بلاصة المضربين وبقات الخدمات والعمل مستمر، فالإضراب كيولي بلا تأثير، وهذا الشيء ممكن يحبط العمال ويخليهم يتراجعوا وتضيع الحقوق ديالهم والمطالب ديالهم. المادة 14 كتقول بأن المشغل لازم يتبلغ بقرار الإضراب في مدة 7 أيام قبل تنفيذه، ولكن في حالة الخطر كتنقص المدة ل3 أيام. الإشكال هنا هو في تعريف ما هو الخطر اللي ما واضحش في النص القانوني وكيبقى واسع المفهوم وقابل للتأويل، وهذه مسألة ممكن تخلق نزاعات في التطبيق. المادة 18 كتقول أنه في بعض الحالات كيمكن للمؤسسة تطلب أمر قضائي باش تدير تدابير وقائية، بحال إلا كانت عرقلة من طرف المضربين لحرية العمل، إلا احتل المضربين أماكن العمل، إلا تضررت الممتلكات بحال الآلات والمواد، إلا وقع خلل في شروط الصحة والسلامة المهنية. هذه المادة كتطرح مشكل كبير بحيث ممكن تستعمل كوسيلة ضغط على المضربين لوقف الإضراب، وخا يكونوا متبعين المساطير وجميع أحكام هذا القانون، إلا أنه ممكن للمشغل يمشي للقضاء لسبب من الأسباب اللي ذكرنا في هذه المادة باش يوقف الإضراب أو يحد من التأثير ديالو على المؤسسة. خاتمة، القانون التنظيمي لحق الإضراب كيبقى واحد من الملفات الشائكة اللي خاصها توافق وطني شامل، في الوقت اللي الهدف من القانون هو تنظيم هذا الحق الدستوري وضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح المشغلين. بعض المقتضيات اللي كيتضمنها المشروع الحالي كثير مخاوف كبيرة من تقييد حرية الإضراب وتقويض قوته. اليوم المشروع مازال في مساره التشريعي، ولازم على الفاعلين السياسيين والنقابيين يزيدوا يناضلوا بقوة قبل ما تتم المصادقة النهائية على هذا القانون. خاص تكثيف الضغط على الحكومة وعلى الأطراف المعنية، وتم مراجعة المواد المثيرة للجدل وضمان قانون منصف وعادل كيدافع على حقوق العمال وكيحمي مصالح الجميع بعيدا على أي تضييق كيمس هذا الحق الدستوري.